بداية نعتذر لجماهير العكساوية، كان ودنا نفرحهم اليوم. أول شيء نشكرهم طبعا إن حضروا حتى الليلة أحمدي، يعني جزاهم الله خير. لكن نعتذر لجماهير العكساوية، قدر الله ما شاء فعل. كان ودنا نفرحهم بالفوز، لكن يعني هذه كرة القدم، فوز وخسارة اليوم. يعني ما راح أقول لك يعني ما قدمنا مستوى طيب. أعتقد فترات كثيرة من المباراة كنا جيدين، كنا نوصل للجول، لكن صعب جدا انك تلعب ضد فريق متكتل بهالطريقه دفاعيا. والاصعب انك تلعب كل دقيقه ونص يطيح لاعب. انا اعتقد انت اليوم اذا انت تبي تطور الدوري وتبي يعني مو شعارات كاتحادي، فعليا تبي تطور الدوري، هذا الموضوع لازم تلاقي له حل. ولا قصور في الاخوان في نادي الشباب. نادي الشباب يقول لك اللي انا يفوزني راح العب فيه، لكن حكم المباراه كان المفروض يكون يعني يعني خلينا نقول حازم اكثر في هذه القرارات. ولازم يكون في قرار عام. احنا لاحظنا حتى يعني الموضوع هذا اشتكوا منه اكثر من نادي في نفس هذا الموضوع، سواء العام او اول العام. لا يمكن انك تلعب دقيقه ويطيح لاعب، دقيقه ويطيح لاعب، دقيقه ويطيح لاعب. لما انت تعطيه انذار، يعني حارس المرمى توفق ما شاء الله اليوم، سعود قدم مباراه ممتازه، لكن كل ضربه مرمى يمكن دقيقه ونص. انا اتمنى اعتقد اليوم عندنا برنامج رياضي واحد في الكويت. اتمنى ان في البرنامج يحطون فعليا ايش كثر لعبنا، كم دقيقه لعبنا وكم لعب مستمر. يعني هل لعبنا 6 7 دقائق ورا بعض، ما وقف ما طاح لاعب، يعني اليوم نادي سواء الشباب الشوط تعمد الاول يضيع الوقت سواء الشوط الاول سواء الشوط الاول او الشوط الثاني. فبالتالي هذا الشيء عشان تطور الدوري. القادسيه خسر المباراه وراحت النقاط، والحمد لله على كل حال. وباذن الله انا واثق بالجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين، باذن الله راح يصلحون الاخطاء، والقادم باذن الله يكون افضل. لكن احنا نتكلم على مستوى يعني اكبر، على مستوى شلون انت تقدر تلعب بهالطريقه. اعتقد الكل من تابع المباراه تكلم عن نفس النقطه. نخسر مو مشكله، هذه كره قدم، لكن خلينا نلعب بالطريقه الصح، خلينا نلعب نطور اللعبه، نطور الدوري. ما اعتقد في دوري في العالم يلعب هذه الطريقه، دقيقه يطيح لاعب. شوف كم لاعب طاح وكم دقيقه لعبنا. عقبها راح تعرف شلون تطور الدوري. يعطيكم العافيه زين رايك ومشكورين. في التحكيم؟